عندي قصة كده وعقدة من أوبر، والشاهد من الكلام إن أنا هاحكي القصة إن أنا موجود على الجروب، فكل واحد ليه برنامج معين بيعرف يشتغل عليه وبيفضله. فلما اتعرف إن أنا ما بعرفش اشتغل على اوبر، ما بعرفش او انا ما بحبش اوبر، فطبعا كان الموضوع بالنسبه لهم ازاي ده كده، اوبر ده الحسنه بتاعت الشغلانه. فالشاهد من الكلام ان انا كان عندي مشكله في 2021. انا كنت راجل محاسب، طبعا اكيد حضراتكم عارفين. فدخلت الجال بتاع قلت اجيب عربيه عشان انا مش عايز اشتغل عند الناس. فالمهم جبت العربيه وجبتها قسط، وبقى عندي قسط. وقلت بقى ايه ده، انا هنزل اشتغل وبسمع الناس بتجيب فلوس وارقام وانزل يا عم اشتغل وسوق، وهوب هوب ايه، العربيه جت ونزلت اشتغلت وسوقت. اعمل فلوس، مش عارف اعمل فلوس. يومي في اليوم ممكن اعمل 300 400 جنيه، منهم 250 ولا 300 جنيه اصلا للنسبه وللايه وللبنزين، هو بيطلعليش غير 100 جنيه ولا 150. طب اعمل ايه يا كابتن، اجيب منين الفلوس؟ طب انا دلوقتي جاي عليا قسط، فضل قسط يتراكم على قسط، وادفع قسط وما ادفعش قسط. 6 شهور كانوا كافلين ان انا اكره الدنيا في موضوع العربيه، وان انا خلاص ما عنديش حل غير ان انا ابيع العربيه. ارجع العربيه البنك مش هينفع، ابيع العربيه بعقد واسد اللي عليا وبخساره وابقى خسران الدنيا. لحد ما قابلني حد ركب معايا محترم، مهندس، هو شغال في الشبكات وعنده شركه. فايه ده، اتكلم معايا، عرف ان انا حد متعلم، اتكلم معايا اكتر، عرف ان العربيه لسه زيرو، اتكلم معايا اكتر، قال لي طب انا هاخد رقمك وهنتكلم مع بعض. فهوب بعدها بحوالي شهر، قبل ما الشهر يخلص، كنت انا بقى خلاص قررت ان انا خلاص. بالليل انا كنت قايل ان الصبح هطلع اعرض العربيه للبيع. الصبح لقيته بيرن عليا، هو كله بتاع مين؟ بتاع ربك. كابتن احمد ازيك عامل ايه، انا كنت ركبت معاك واسمي كذا، فاكرني انا المهندس كذا؟ اه اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. طب انا كنت عايزك تشتغل معايا وطبعا انا فهمتك الشغل وبتاع. قلت له خلاص تمام، انا هجي لك. قال لي تعالى لي يوم نطلع مع بعض نشوف الدنيا، والله عجبك تمام، ما عجبكش هديك حق اليوم، المشوار اللي انت تقول عليه انا هديهولك، لو عجبك هنتفق مع بعض. رحت، حتى لو ما كانش عجبني فهو عجبني، ورحت واشتغلت. اول يوم ده انا بيتي ليلتين بره، ليلتين بايت في الشارع في قلب عربيتي، في بلد ارياف، بنعمل شبكات ونطلع من الشبكه دي للشبكه دي، ومن الشبكه دي للشبكه دي، وبنركب حاجات ومن هنا لهنا. وطلع 3 عين اهلي، بس راضي عشان انا عليا التزامات وعليا اقساط، ولو راضي وهشتغل، ما هعمل ايه، ما عنديش حل تاني. طيب يا كابتن انا هديك مبلغ كذا وصيانتك عليا وبنزينك عليا، انا موافق يا كابتن. واشتغلت اوبر. كانت ساعتها انا اللي مش فاهم، مش هقول هي، فانا اللي مش فاهم طبعا. فكانت يعتبر بيتي بيتخرب من اوبر، او انا كنت شايف ان بيتي بيتخرب من اوبر عشان ما كانش في غير برنامج اوبر، وكريم كان ميت، ما كانش في غيره. فما كنتش عارف اشتغل عليه لان انا مش راجل سواق، فانا مش راجل فاهم طبعا، مع احترامي لكل السواقين يعني، أنا قصدي ان هم ناس فاهمه يعني. عدى من 2021، النهارده 2025، طبعا انا رجعت المجال بتاعي تاني، ولكن بقى عندي خبره كبيره جدا. طبعا انا قعدت معاه حوالي سنه او سنه ونص، وبعد كده سبته بقى خالص، لان انا كان نزل برنامج اندرايف، فانا بدات اخش اندرايف، اشتغل على اندرايف، فانا فاهم كل كبيره وصغيره في اندرايف، باخد رحلات انت سيادتك ما بتعرفش تاخدها على برنامج اوبر. فالشاهد من الكلام ان كل بني ادم وليه برنامج يقدر يعرف يشتغل عليه كويس جدا، ويعرف يكسب منه كويس جدا. مفيش برنامج معين هو اللي فيه مكسب، كل البرامج فيها مكاسب، لان كل البرامج شغاله بفئه معينه بدماغ معينه. كل بني ادم ليه دماغ راكبه على البرنامج ده. فانت بتشتغل دي اشتغل دي ما تقطعوش، هتلاقي نفسك انت بتعرف تكسب منه. بتشتغل اندرايف، اشتغل اندرايف ما تقطعوش، هتلاقي نفسك بتكسب منه. بتشتغل اوبر، اشتغل اوبر برضه، هتلاقي نفسك بتكسب منه. ايا كان الموضوع هتعرف تكسب كويس طالما انت حابب البرنامج ده. فالنهارده انا وانا بقيت موجود في شركتي، باخد رحله الصبح وانا ماشي على شغلي عشان انا شركتي في مكان بعيد، وباخد رحله وانا راجع على شغلي عشان انا بيتي بعيد. فاصبح ان انا بقى مرتبي يعتبر صافي، هو مش يعني يعتبر صافي، لان انت عارف ان في صيانات وفي دنيا ايا كان، فكل ده بقى عليا. فالشاهد برضو من الكلام ده اني انا بقول لك كل بني ادم ليه رزق على برنامج معين. اشتغل واسعى واعرف شروط الشغل واعرف ازاي تكسب، وربنا هيكرمك وهيرزقك لا محالة. الرزق موجود. الرزق يلزمه السعي، عشان تبقى فاهم، الرزق جنب منه على طول، الاتنين لازقين كده. الرزق يلزمه السعي، هتسعى ربك هيرزقك، بلس بقى شوية الحاجات التانية اللي هي مهمة جدا، اللي هي اللي سيادتك تبقى بتراعي ربنا في نفسك، في الناس اللي بتركب معاك، في الأمانة بتاعتهم، في عربيتك، في بيتك، في زوجتك، في أولادك، في والدتك طبعا، في والدك، في كل الكلام ده. هتلاقي ربك على طول كرمك
ورزقك. استحالة هتنزل تقصد باب كريم وهو مش هيرزقك، لا يمكن. هيرزقك. ربنا يرزقنا ويرزقكم، واحنا داخلين على ايام يعني مباركة جدا جدا جدا، ويعتبر احسن ايام في السنة. ربنا يرزقنا ويكتب لي ويكتب لكم ويكتب لكل امهاتنا الحج يا رب، على والوقوف على جبل عرفات. دينا الخير يا رب لحد ما نوصل لافضل مكان انت عايز توصل له او احنا عايزين نوصل له. شكرا.